السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نفصل وياكم بينصل وبشت، لكن موديل البشت اليوم راح يكون بياخة هاينك. موديل البشت اليوم مختلف تماما عن كل موديلات البشت اللي فصلناها باللايفات السابقة أو بالفيديوهات السابقة. هنا أنا احتاجيت تقريبا جبت أنا للبنية 4 مترات ونص حتى أشتغل براحتي. طول الزبونة عندي أني 140 سنتيم، أني طلعت لها طول 145، نخلي 5 زيادة احتياط. طلعت لها طول 145. طبقت على عرض القماش مو عرضه 150 سنتيم، طبقت على عرض القماش هنا عندي. انتبهوا يا بنات، هذه حاشية وهذه الحاشية الثانية، هذه حاشيتين وهذه المغلقة، جبتهن طبقتهن أربعتهن إلى هنا. شوف الجزء المفتوح صار علي هنا من حفرة الرقبة. ليش اليوم أني عندي أفصل وياكم موديل بشت ياخة هاينك؟ نبدي بالصلاة والسلام على محمد وآل محمد. ننزل أصبعين الحفرة الرقبة ونطلع 4 أصابع، يعني ننزل 3 سنتيم ونطلع 8 سنتيم. هنا مطبوق عندي القماش 4 طبقات على الطول مو على العرض. انتبهوا الحاشيات وين هياتها. بسم الله الرحمن الرحيم. نزال الكتف انزل اصبعين بهذا الشكل. تمام. اجي هسه هنا هذه الحاشية يا بنات حاولوا اريدها تطلع، انتبهوا اريدها تطلع عن القماش سنتيم، يعني هذه راح اكفها احتاجها تطلع عن الكتف سنتيم. خلي اعدلها هنا. كتف الزبونة عندي 20 سنتيم، احدده هذا 20 سنتيم واترك سنتيم للخياط. دوران محيط صدر الزبونة هياته عندي مأشرته. ايش قد انزل من الكتف الى محيط دوران الصدر؟ انزل 20 سنتيم اللي هو هذا الشبر بهالشكل هذا. القماش اللي استخدمته هنا بنات مارينا. المارينا بالسوق درجات وانواع. هذه نقطة دوران الصدر وهذه نقطة دوران الورك. ايش قد انزل من نقطة دوران الصدر الى الورك؟ نزلت 30 سنتيم، اي ما يعادل شبر وكف مسدود. نزلت النقطة دوران الورك، انت تحدديها حسب زبونتك وسمنها. اني هذه نقطة دوران الصدر وهذه نقطة دوران الورك، حددتها. اجي من اقص انطيها اصبع زيادة واحفر بهذا الشكل. بنات لانه عندي هذه القطعة هي بشت، يعني القطعة الخارجية اخليها بدون تخصيرة. انتبهتوا منا؟ ما دخلت بشكل تخصير، البشت لازم يكون بشكل عدل. اجي منا مجرد افتحه، هذه منا بعد ما عندي، يعني انزل بخط عدل لانه البشت بدون كلوشة يا بنات. البشت راح يكون عدل، يعني ما بي كلوشة. جواب ينصل، لكن البشت اليوم راح يكون بي ياخت هاينك. من الاسفل اساوي القماش واصعد فقط اصبعين الميلان مالت اسفل القماش من الجوانب. هسه اسحبه. قطعة الخلف ما عندي شغل بيها. والملاحظة الأهم بنات، اليوم أنت من تجين تفصلين هاينك إذا كان بشت أو فستان، لا تعمقين. انتبهي شوفي هذه الأصبعين، لا تعمقين هواية بهذه الحفرة. هذه الحفرة لا تعمقين بيها هواية، كل ما تكون ناعمة وقليلة أفضل. شوفوا أنا خليتها ناعمة، ويجي هذا خياط يعني راح يكون يادوب أصبع النزلة مالتها فقط. هسه نيجي لقطعة الأمام، شنو الخطوات وش قد أنزل الحفرة الهاينك؟ أنا هنا طبعا عندي طلب الزبونة، دزت لي قياساتها، أو أنا أصلا عندي قياساتها مسبقة لكن ما ماخذة دوران الرقبة. من تجين أنتي تدزين أوردر يعني حسب التوصيل، فناخذ القياس
المتوسط ناخذ شلون نقول 44 45 سنتيم دوران الرقبة. نيجي هنا ندخل من نقطة الصفر إلى نقطة الصفر، ندخل إصبع واحد أو سنتيم ونص أو سنتيم بهالشكل هذا. شوفوا يا بنات، هذه فقط اللي أحفرها. الحركة الثانية من نقطة الصفر، ما أخذ من هذه الحفرة، من نقطة الصفر وأطلع إصبع واحد أو سنتيم ميلان بالكتف، هذا فقط. تمام. هسه نجي للخطوة الأهم. إحنا اليوم قلنا عندنا بشت ياخذ هاينك. ياخذ هاينك إيش قد تنزلين؟ ننزل يا بنات 10 سنتيم، مو أكثر، كلش كافي للبشت، لأنه هي أصلا ما راح يكون مغلق. هذه منا أثبته، هذه 10 سنتيم أحددها، هذه 10 سنتيم اللي ياخذ الهاينك كلش كافية. أجيب مسطرتي أثبتها بهالشكل وأرسم قالب مال الياخة. لا تنزلين أكثر من 10 سنتيم، طبعا هذا مع الخياط والتفاصيل. تشوفين بنات هذا كلش كافي، 10 سنتيم تنزلين الياخة الهاينك. تمام. هسه احنا طلعنا التفاصيل، خلي نجي نطلع الردن حتى القماش اللي يزود ويانا نكمل من عنده ياخة الهاينك، واشرح لكم شلون راح نفصلها وعلى القياس اللي احنا محتاجين. اني هنا هذه قطعة زادت، طلعت البدن مال بينصل، طلعت البدن مالت البشت، وطلعت حزام، طبعا بيه حزام، طلعت هذه 10 سنتيم، اكثر من 10 سنتيم، تقريبا 11 12 سنتيم حزام للبينصل. وهذه القطعة اللي زادت اجي اطبق الردان بهذا الشكل. الردان بنات لازم مو اقل من 25 سنتيم او 30 سنتيم. تمام. يعني شقد بالاشبار البنات اللي يسألوني؟ يا اما شبر و3 اصابع للاوزان العادية، او 30 سنتيم شبر وكف مسدود للاوزان العالية. احنا هنا عندنا وزن عادي، ما يحتاج انه وسع للردان ولا الزبونة ضخمة ولا كلش سمينة. نقول هذا القياس يلبس من 1.5 اكس لارج الى 2 اكس لارج يا بنات. هذه قطعة الردان. نحتاج للردان 3 اشبار، طول الردان احتاج 3 اشبار. اجي اقيس 1 2 3 اشبار، اي ما يعادل 60 سنتيم يا بنات. كل شبر اني من نفسي كل شبر 20 سنتيم. شوف ايش راح اسوي هنا. 1 2 3 ام فاطمه زادت هذه 4 اصابع، اني ما محتاجتها. ليش اقصها واذبها؟ لا، راح ابقيها لكن اثنيها، يعني راح يكون كفه عريضه تنطي جماليه ونزاكه للخياط. هذه من هسه كفيت هالزياده، ارجع اقيس 60 سنتيم. 1 2 3 هذه ال 60 سنتيم اللي اني محتاجتها. اقص القماش بهذا الشكل. هسه الملاحظه او ايش قد انزل بحفره الابط. الدخلين منا الى هنا 15 سنتيم، ندخل بحفرة الابط 15 سنتيم، ونجي بهذا الشكل المائل، او تجيبين هذه المسطرة تخليها بهذه النقطة الصفر منا الى هنا، وتحددين ترسمين الميول اللي انت محتاجتها بهذا الشكل. بس الدخول ايش قد يكون بنات؟ من 12 سنتيم الى 15 سنتيم، متفاوت حسب الاوزان وحسب القصه وحسب الموديل. لكن تجين انت مال تقصيلي 10 سنتيم اقول لك قليل، تجين تقصيلي اكثر من 15 سنتيم اقول لك هوايه. هذه بهالشكل. عندنا هذه المسطره، اريد اقلل من الدخول مالت الردن، احتاج 15 سنتيم او اخليه 20 لان هو بشت احلى. هذه 20، واجي من نقطة الصفر الى نقطة الصفر احددها بهذا الشكل.
بعد ما حفرنا الردن كملنا، نجي انطيت الوسع مال اسفل الردن 20 سنتيم، حددته بالمسطرة. شوفوا بنات، واني قالبة هذه الكفة اللي زادت من طول الردان، ابدأ اقص بهالشكل هذا، احفر التقويسة مالت الردن، ما اخلي القماش بوسعه. طبعا هذا البشت والبينصل عروسة طلبته، وراح اخيط لها وياه وشاح، راح تروح ان شاء الله للكاظمية تعقد بيه بحول الله وقوته، ان شاء الله شايفة كل الخير. هذا خلصنا. هسه بنات نجي هذه القطعة اللي زادت. هسه الفيديو مهم، الشرح مهم. اريد نطلع ياخة هاينك، تمام؟ اليوم محتاجة اطلع ياخة هاينك. اني الياخة الهاينك دائما اطلعها على لاصق، اقص الباترون على لاصق، بعدين اجي اطبقه على القماش. فهسه اجيب لكم لاصق اطلع الباترون. هسه بنات جبت لكم قطعة لاصق اللي نطلع بيها قياس الياخة الهاينك. قلت لكم احنا لو نجي نقيس نقول كحد تقريبي، اغلب الياخات او الهاينك اللي ناخذه يكون من 42 الى 44 سنتيمتر او 45 سنتيمتر، تمام؟ هسه اني قلت راح انطيها 44، بس بنفس الوقت ارجعي للقطعة الصدر اللي عندك، تمام؟ اتأكدي احنا منطينا هذه 10 سنتيم، خلي نقيسها. شلون تقيسين؟ هذا شريط القياس توقفيه، مو هيك تقيسين، هذه الطريقة غلط. اريدك توقفين شريط القياس بهذا الشكل، هيك شوفي انتبهي لي، توقفيه بهذا الشكل او تمشين على الحافة تشوفيها شقد. الحافة طلع عندي 15 سنتيم، طبعا هاي نحسبها شقد على 2، 15 سنتيم قطعة اليمنى، 15 سنتيم لليسرى. شنو بعد عندي؟ قطعة الخلف، تمام؟ عندنا 15 ب 15 شقد طلع عندنا صافي 30. نيجي نكمل هذه من بعد هاي ال 30 سنتيم، نكمل بهذا الشكل، نخلي ال 30 ونمشي على قياس الرقبة مال الخلف. ايش قد طلع عندي؟ طلع عندي صافي 48. شوفوا يا بنات، طلع عندي صافي 48. أنا قلت لكم 44 كقياس تقليدي، كسايز الأغلب المعامل يشتغلوا من 42 إلى 44، تمام؟ طلع 48. شنو انتبهتوا؟ حسبت هذولي مال الأصبع اللي راح يروح من الأكتاف، منا حيروح أصبعين، منا حيروح أصبعين، وفرق الخياط مالت الهاينك. إذا أنا راح أقصها 48، هو يصفى على 45. نجيب هذه قطعة اللاصق اللي هو بها راح اطلع. ايش قد احتاج؟ راح اطلع طولها 48، هذه من هنا الى هنا، هذه 48. طبعا هاي ويا الزيادات قلت لكم، ويا كل التفاصيل. عرضها ايش قد؟ عرضها شبر تقريبا 20 سنتيم، عرضها تقريبا يا بنات 18 سنتيم، هذه صافي 18 20 يكفي. هسه شو اسوي؟ تطبقي لي اياها بهذا الشكل، اوكي؟ تطبقيها بهذا الشكل. نجيب المساطر مالتنا. هنا اني عندي نزول هذا الهاينك متوسط، مو قميص يعني قميص نسائي او قميص رجالي. لو قميص نسائي او قميص رجالي الياخة التقليدية او ياخة الدشداشة نصعد 3 سنتيم، اوكي؟ أنا هنا عندي القصة التقليدية أصعد ايش قد يا بنات؟ 5 سنتيم، أصعد هذه 5 سنتيم أحددها، تمام؟ وأني أريد العلو مالت الياخة ايش قد؟ أريدها 5 سنتيم. عرض الياخة يروح سنتيم منا سنتيم منا، تصفالي على 3، هاي 5 سنتيم، أوكي؟ أجي احنا مو قلنا من الخلف طلع عندي اني الامام طلع عندي 15 سنتيم والخلف 10، اذا اجي من هنا ادخل 5 سنتيم، انتبهوا لي 5 سنتيم، اوكي يا بنات؟ او ابدي اصعد بهذا الشكل. هاي ال5 سنتيم
اخليها وابدي ابلش بالميول مالت الياخة. تشوفون من بعد ال5 سنتيم اللي احنا قلنا تقريبا 10 او اكثر 18 تقريبا، او هي هاي المسافة تقسمي لي اياها 3. شوفي 3 من الثلث الاول تبدين تصعدين، هذا يبقى عدل. اوكي، من صعدنا منها 5 هنا اريد هم ارتفاع 5. شو تكملي لي ويا كل خط 5 سنتيم. هذا مو خط 5 سنتيم 5 سنتيم، هذه 5 سنتيم. اوكي، تجين تربطي لي اياها همينه. هذه قلنا الثلث الاول نخليه عدل مثل ما هنا عدل، من بعده ابدي اطلع بهذا الشكل المقوس. تمام، منا انا شقد ادخل يا بنات؟ منا تدخلي لي اما اصبعين او 2 سنتيم. باعي هذه مو عدله، اما اصبعين او 2 سنتيم بهذا الشكل. حددي لي اياه. شوفوا، منا تريدين تبقيه عدل، تريدين تقوسيه، هذه براحتك. اصبع او 1 سنتيم تدخلين تقوسي لي اياه. هسه مرسومه وجاهزه قدامكم. بنات ايش قد صعدت منها؟ 5 سنتيم. ايش قد انطيت عرض للياخه؟ 5 سنتيم. منا هاي المسافه اخذوها ستاندر، هي مو قاعده، بس اني حتى اختصر لكم قسموا العرض هذا المحتاجي 3 اقسام. شوفوا 3 أثلاث، ثلث، ثلثين، 3. الثلث الاول يبقى عدل منا ومنا، من بعد هذا الثلث تبدين تطلعين على الصعود ال5 سنتيم ونحفرها. طبعا هذه القطعة على الثانية. تمام، منا قد دخلنا؟ منا دخلنا اصبعين، وتبدين تريديها عدلة، تريدين تقوسيها بهذا الشكل. هذا قالب الياخة الهاينك. شوفوا يا بنات راح يطلع عندكم بهذا الشكل المقوس. هذه التقويسة متوسطة وتنفع الأغلب الهاينك، يشتغل عندك فستان، يشتغل عندك بشت، يشتغل عندك قميص، كل شيء يشتغل. لكن هذا الصعود بس شوية اختلاف به. هذا راح يتخيط اصبع داير مداير، هذا اصبع، يعني تخيلي اصبعين راح يروح منها بهالشكل، راح تصفى الياخة الهاينك. هذا قياسها بهالشكل هذا. هذه اني اكويها لاصق، اطلع قطعتين بس حبيت اشرح لكم على السريع. بعد ما كملنا فصال البشت اللي قلنا اليوم بشتنا مختلف بياخة هاينك وشرحت لكم التفاصيل، نيجي هسه على السريع. اني هوايه شرحت لكم يا بنات طريقة فصال البينصل اللي هو نفس الخطوات. ينفعج شلون نقول، ينفعج فستان اللي جوا الجبب، جوا البشتات، او نسميه اتق، ينفعج بينصل، ينفعج قالب دشداشة هم يشتغل الدشداشة العدلة. نفس الخطوات، ننزل اصبعين يعني 3 سنتيم، ونطلع 4 أصابع يعني 8 سنتيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشكل. نزال الكتف يكون عندنا اصبعين راهيات بهذا الشكل. اوكي، هسه نجي عرض الكتف. ايش قد عرض الكتف؟ 20 سنتيم. بس انتبهي وياي لهاي الحركه، لان هذا ينفعج حتى فصال دشداشه عدله. من اني عندي نصف عرض كتف الزبونه 20 سنتيم، انتبهي لهاي الحركه. بعد ما تخلصت من هاي الصبعين الراهيه مال الكتف، ثبتت ايدي هيجي. تمام، انتبهي حركه الفرجال، انزل هيك، ما تشيلين اصبعك باعي. هذا اصبع هنا ثابت، حركة الفرجال وين؟ إذن هذا نزال الأبط عندك. هنا أنا حددت نقطة دوران الصدر، فأجي أحفر بهذا الشكل، يعني ما أتخطى نصف عرض الكتف، هو يكون عندك نزال حفرة الأبط. أكثر ما تتخطين، أوكي، أكثر منها ما تتخطين.
اني محددة نقطة دوران الصدر، هذه نقطة دوران الخصر. اني عندي بينصل، فحابة ادخل بيه شوية تخصيرة بهالشكل هذا، واطلع نقطة دوران الورك، اطلع بهذا الخط العدل، ان هو بينصل اسفل البشت يكون. بنات هذا على عرض القماش، القماش 150 سنتيم، طبقته 4 طبقات. الطول حسب طول الزبونة مالتك، اني زبونتي طولها 140، لازم اني انطيها ازيد من 140، يا اما 145 انطيها طول، او انطيها 150. اسالها اذا حابة تلبس كعب. هسه ايش قد اصعد بالميول؟ اصعد بالميول اللي اسفل البينصل، اصعد الصبعين. قطعة الخلف ما عندي شغل بيها، تبقى نفسها. قطعة الأمام أنطيكم القياسات والأبعاد والخطوات اللي احنا نحتاج نكملها. بنات قلت لكم هذا يشتغل قالب دشداشة. هسه إذا أريد أكمل ردل كأنما فصل الدشداشة عدلة. الخطوة الأولى نزال الأبط، لازم ندخل بحفرة الأبط هذا الأصبع أو السنتيم ونص من نقطة الصفر إلى نقطة الصفر. شوفوا وين أنهي، ما أدخل هواية. الكتف أنزل 1 سنتيم أو أصبع فقط من كتف الأمام، هذا الشكل. يبقى النزال هذا إذا كان عندك دشداشة الزبونة قياس عالي 3/4 اكس لارج تنزلين 20 سنتيم. اذا كان عندك زبونة قياسها متوسط، يعني شلون نقول اكس لارج 2 3 اكس لارج، وما تحب دشداشتها دلعة، تنزلي لها 17 او 18 سنتيم. هنا اني عندي بينصل القطعة المال محجبات اللي جوا البشت، فمستحيل اكون يعني انزل بيها عمق، واللي الزبونة ما تحب دلع راح انزل 10 سنتيم. هذه 10 سنتيم هذا الشكل، واجي احفرها. بينصل نزلت له 10 سنتيم حفرة رقبة. بعد التنظيفات بعد التفاصيل تكون كلش كافية ووافية إله، راح يكون بهذا الشكل. تيجي بعد نص سنتيم تنظيفه، كلش كافية بنات حتى ما يكون دلع. هاي هنا خلصنا وياكم تفاصيل فصال البشت بياخة الهاينك الموديل الجديد، وان شاء الله